السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في بداية الفيديو قبل اي حاجة حابة اشكر كل متابعيني من كل الدول العربية، اهلا وسهلا بيكم، وخاصة طبعا حبايبنا تونس والمغرب والجزائر وكمان العراق والسعودية وكل حبايبنا، اهلا وسهلا بيكم في قناتي المتواضعة جدا، قناة بيوت مطمئنة. والنهاردة تعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. النهاردة هنعمل العيش العربي او العيش الشرقي او عيش السندوتشات، وزي ما انتم شايفين اهو عملنا منهم احلى سندوتشات بطاطس، بجد حاجة كده تحفة ومفرحة قوي. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وزي ما احنا متعودين، أول حاجة هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين الجمال، بجد عيش نضيف وحاجة كده تحفة تفتح النفس. هتعمليه في بيتك بأقل المقادير ومكونات بسيطة وبنظافة جدا. يلا بينا نشوف المقادير. عندي نص كوباية من المية الدافية مش سخنة ولا باردة، ومعلقة من معالق الأكل خميرة، ومعلقة سكر. هندوبهم كويس جدا كده مع بعض لغاية الخميرة والسكر ما يدوبوا في المية الدافية. عندي نص كوباية من الأكواب المعيارية أو الكوباية اللي أنا حطيت بيها المية نصها دقيق، وهنخلطهم كويس جدا كده بالمضرب اليدوي لغاية تحسي كده العجينة اتجانست مع الخميرة والمية والسكر. هنغطيها لمدة 10 دقايق لربع ساعة، هتلاقيها خمرت معايا. هنديها 4 معالق من الزيت. الزيت بتاعي يكون نضيف فاتح ملهوش أي ريحة، تمام. وهنخلطهم كويس جدا كده بالمعلقة مع بعض، تمام. وهنهبط الخميرة خالص، تمام. بس كده. بعد كده هنحط ايه كمان؟ 3 كوبايات من الدقيق. الكوباية اللي احنا استخدمناها في الاول اهي، الكوباية دي 3 كوبايات من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح، تمام. مقاديرنا مفيش بعد كده، مية ودقيق وسكر وخميرة ومعلقة الملح ومعلقتين 3 زيت. بس كده. في حاجة صعبة في الموضوع يا جماعة؟ طبعا مفيش اي حاجة. بس وهنعجنهم. جبت كوبايه، نص كوبايه بس من الميه الدافيه اهي، هعجن بيها او هلم بيها ايه العجينه بتاعتي، تمام. هنشوف هناخد من النص كوبايه اللي انا جبتها دي قد ايه من الميه، تمام. هفضل الم كده في العجينه واشوف هتاخد قد ايه مني ميه، تمام. اخدت كمان شويه اهو. وطبعا حسب نوعيه الدقيق، في دقيق بياخد ميه اكتر وفي دقيق ما بياخدش ميه كتير، تمام. بس كده اهو. يبقى مقاديرنا سهلة وبسيطة، اللي هي 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات ونص علشان حطينا نص كوباية مع الخميرة في الأول، وكمان 3 كوبايات بعدين. يبقى 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم كوباية كاملة من المية الدافية، وعليهم معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة ونص معلقة أو معلقة صغيرة من الملح و4 ملاعق من الزيت. بس كده. وحطيتها طبعا على ايه الرخامة بتاعتي وعجنتها عجنة حلوة كده علشان تبقى فيها عرق او ينفخ معاكي الرغيف، تمام. هتعجنيها كويس كده لمدة حوالي 7 دقايق كده، عجنة حلوة على الرخامة. بس كده هتلاقيها عجينة لينة كده وطرية، وكمان ما بتلزقش في ايدك، تمام. بس هدهن البولة بتاعتي كده اللي انا عجنت فيها رشة من الزيت، وهحط بقى العجينة بتاعتي وهغطيها بالرول ستريتش او اي كيس عندك، وكمان فوطة عشان الدنيا شتا وساقعة وتخمر معايا ايه بسرعة. ما اخدتش حوالي من 20 دقيقة ل25 ولقيتها خمرت اهو. بس كده. هكورها او هعملها دلوقتي رول وهقطعها كور صغيرة. انا ال3 كوبايات ونص يا جماعة دول عملوا معايا حوالي 13 رغيف. انتي ممكن يعملوا، عشان الرغيف بتاعي كان كبير شوية، تمام. يعني انتي ممكن يعملوا معاكي من 15 ل20 رغيف. شايفين يعني وصفة موفرة قوي للعيش، وكمان كفاية انك هتعمليه على نظافة في البيت. يعني موضوع النظافة قلبك بيبقى مطمن انك انتي عاملة العيش بتاعك على نظافة في البيت. هنكورهم كده وهنخلي الكور قد بعضها، تمام. بس كده اهو. يعني الموضوع سهل وبسيط قوي قوي، تمام. يبقى احنا خمرنا الخميرة في الاول، وبعد كده خمرنا العجينة كلها، بس مش هنخمر تاني.
هنقطعهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده كور اهو، رصيناهم جنب بعضهم. هجيب اول كورة تمام انا عملتها وهبدأ افردها. اول حاجة فرشت الفوطة كده على جنب وحطيتها، وهجيب اول كورة انا عملتها تمام من العجين وهفردها. خلوا بالكم بقى، عايزين نتحكم في سمك الرغيف ازاي بالفرد. هتفردي اكتر هتاخدي سمك اقل تمام، هتفردي متوسط هيبقى السمك بتاع الرغيف يعني عالي كده. شايفين اهو انا يعتبر انا ما فردتوش كويس تمام، يعني هيطلع الرغيف نافش كده ومن جوه فيه نفشان كده تمام. هتفردي بقى كويس جدا. هتاخدي ايه، هنفضل نفرد بقى كل الكمية الكور، وهنخبز من اول كورة احنا فردناها تمام. ده اهو ده تاني رغيف، وده التالت. طبعا انا مش هفرد طبعا معاكم كل الكمية، احنا خلاص عارفين الفرد. ممكن تفردي طبعا بالنشابة اللي زي دي او اي نوع نشابة، او الفرادة اللي بتبقى بالايد دي تستخدم بالايد الواحدة. كل حاجة تمام، يعني الموضوع سهل وبسيط، مش عاوز تكاليف ولا اي حاجة تمام. هتدي رشة كده من الدقيق صغيرة من تحت علشان الرغيف ما يلزقش فيه الرخامة، وهتفردي بقى ايه الرغيف بتاعك بكل سهولة. انا فردتهم كلهم اهو. هنغطيهم تمام. هنغطيهم لغاية امتى؟ لغاية بس ما نحط الطاسة بقى بتاعتنا على النار وتسخن. يعني ايه؟ يعني مش هنسيبه يخمر ولا اي حاجة، يا دوب يرتاح. ويعتبر ادي اول رغيف معايا اهو ارتاح، على بال انا ايه ما فردت كل بقية العيش. هحطه على كده على ايه الطاسة تكون بتاعتي سخنة، وهوطي النار او اخليها نار متوسطة تمام. وايدك بقى وعلى النار هتشوفي بقى اذا كان انتي هتعلي حبة هتحسي لان هو عاوز نار هادية، فانتي نار متوسطة هتبقى كويسة جدا معاكي. هتودي وتجيبي فيه كده حوالين السخونة علشان هو تحته يعني الحتة او المكان اللي تحت الرغيف بيبقى ايه برد شوية، فانتي بتودي وتجيبي كده حوالين السخونة تمام. هيبدأ معاكي ياخد لون اهو ما شاء الله، هتلاقيه نفخ على طول. خلوا بالكم احنا هنديه 10 ثواني اول ما نحطه على الطاسة. اول ما تلاقيه عمل فقاعات تبدأي تقلبيه على طول تمام، ما تستنيش، مش هينفخ كله، لازم تقلبيه. شايفين اهو بجد حاجة كده في منتهى الروعة. ريحته عاوزة اقول لكم تحفة، ريحة البيت كله بقى تعيش، تديكي طاقة ايجابية رائعة بجد يا جماعة. الوصفة ناجحة 100%. اهو قربت لكم الكاميرا والعيش بدأ يعمل فقاعات من فوق، نبدأ نقلبه. ياخد 10 ثواني على ناحية، وبعد كده نقلبه على الناحية التانية 10 ثواني. مظبوط كده اهو. تعالوا نشوف كده اهو. طبعا انا مسرعة الفيديو، مش هتقدري تحسبي ال10 ثواني، بس انت كده وانت بتعملي فيه هتحسي بالفرق في ال10 ثواني على كل ناحية تمام. اهو هنقلبه كده. وطبعا لو عندك طاسة كبيرة او جريل من بتاعة الكريب كبيرة تقدري تحطي 1 و2 و3 عليها ويستووا مرة واحدة كمان. طب انا لو ما عنديش طاسة تيفال، انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا هقول لكم دلوقتي هنجربه على الألمونيوم. الألمونيوم موجود في كل بيت، ان شاء الله هتعمليه على الألمونيوم هيطلع مظبوط زي الفل. هوريلكوا دلوقتي، خليكم معايا علشان تشوفوا ايه. اهو قربت لكم، شايفين الفقاعات اللي ظهرت اهي عليه؟ هقلبه على طول، هستنى له 10 ثواني تمام، وبعد كده هقلبه على الناحية التانية. بس ايه هقلبه اوديه كده ناحية ايه السخونة اللي بتبقى في الطاسة من تحت تمام. بس كده الموضوع سهل وبسيط، وهتعملي عيش بجد البيت كله هيفرح بيكي، وكمان سندوتشاتك وعيشك النظيف بجد يعني حاجة كده تحفة، وتخلي قلبك مطمن قوي قوي، وولادك تبقي مطمنة عليه ومطمنة على بيتك. شايفين الجمال بجد حاجة كده تحفة. مش هقول لكم على الريحة ولا الطعم، الطعم بيفرق كتير عن بتاع بره. كفاية النظافة يا جماعة، كفاية ان حاجتك النظيفة عاملاها في بيتك ومطمنة انك عاملاها بطريقة جميلة، بطريقة حلوة وعلى نظافة، فدي حاجة تكفي تماما. شايفين اهو الفقاعات اهي. بس كده هبدأ اقلبه على الناحية التانية. جبت لكم بقى الطاسة الألمونيوم اهي علشان نبدأ ايه نعمل عليه ونشوف ايه اللي هيحصل.
بجد والله طلعت يا جماعة اللي على الطاسة الألمونيوم أحلى بكتير كمان من التيفال. علشان بس حد ايه يعتذر ولا يقول لا مش هعمل اصلي مش عندي الطاسة التيفال، لا خلاص هتعملي على الألمونيوم بكل سهولة. كمان لو عاوزة تعمليه في الفرن مفيش مشكلة، بس ايه أسرع اللي على البوتاجاز من فوق طبعا بتبقى أسرع، بتسهل علينا ايه ان احنا نعمل. شايفين الجمال اهو. وعشان انجز معاكم مش هطول عليكم اكتر من كده هحط على ايه الألمونيوم اهي، والتانية اول ما يبدأ يعمل فقاعات هنقلبه 10 ثواني على الناحية دي و10 ثواني على الناحية دي. هقول لكم على مقاديرنا مرة تانية. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، اخدوا معايا كوباية كاملة من المية الدافية، معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر، 4 ملاعق من الزيت ومعلقة صغيرة من الملح، بس كده. لو عاوزة تخليه طبعا عيش مغذي وهعمله لكم مرة تانية، هنعمله بالحليب سواء حليب بودر أو حليب فريش، تمام، أو حليب سائل يعني. أهو شايفين بجد حاجة كده تحفة ما شاء الله. بجد عايزه اقول لكم على الريحه، انتوا اللي هتقولوا لي بقى في الكومنتات بعد ما تجربوا الوصفه ان شاء الله، تقولوا لي ايه رايكم، وعاوزه منكم دعوه حلوه كده. ما تنسيش بقى تعملي اللايك، ولو اول مره تشوفيني او تشوفي القناه يلا اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان اول ما انزل اي وصفه يوصلك مني اشعار اني نزلت الوصفه، تمام. شايفين اهو، قربت لكم الكاميرا، شايفين نفخ ازاي اهو. بجد مالكوش بقى اي حجه، هتعملوا العيش في البيت للولاد وتعملي انضف واحلى سندوتشات في الدنيا، حاجه كده تحفه. بس كده اهو استوى، شايفين الجمال ونفخ اهو، كل حاجه واضحه وتمام. بس اهو، وتحطي عندك طاسه كبيره بقى تحطي فيها 2 3 زي ما انت عاوزه، تيفال جرانيت سيراميك ألمونيوم كله شغال، تمام. بس كده. لو عندك بقى عارفين الرف الفرن اللي في النص ده بقى ممكن تحطيه في النص، يعني في درجة متوسطة بس تخلي من فوق يكون عالي شوية، الشواية تكون عالية، وتحطي بقى ترصي بالاتنين والتلاتة، هتخبزي كل الكمية في أقل من ربع ساعة، تمام. أنا والله يا جماعة أخد معايا خبز العيش حوالي 16 دقيقة، تمام، اللي هو على الطاسة كده بكله بالتخمير، ما أخدش ساعة إلا ربع كنت جهزت العيش، تمام. أهو شايفين بدأ ينفخ إزاي أهو، حاجة كده تحفة بجد يفرح وانتي بتعملي كده العيش، بتبقي فرحانة ومبسوطة، يا سلام أنا عملت عيش في البيت وبكل نظافة، ده حاجة تحسب لك والله، تسلم إيديكي. شايفين أهو سهل وبسيط. وانا طبعا خليتكم معايا من اول رغيف اهو في الفيديو لغايه اخر رغيف علشان تشوفي انه الوصفه ناجحه بجد من اول رغيف لغايه الاخر اهو، كله نفخ معايا، كله استوى، اول ما ينفخ يبقى كده استوى معايا، تمام. اهو هتقلبي بكل بساطه هتلاقيه نفخ معاكي وكله هيفتح. اوريكم دلوقتي لما نفتح الرغيف هتلاقيه اتفتح عادي جدا، تحشيه السندوتشات اللي انت عاوزاها، عاوزه تحشي بطاطس، طعميه، فول، فراخ، شاورما، بانيه، كل حاجه شغال، تاكلي بيه اي حاجه تحبيها. طبعا داخل علينا رمضان، كل عام وانتم بألف خير، يعني قاعد له شهرين عايزين نجهز كده حاجات لرمضان. العيش ده ينفع للسحور قوي، يعني حاجة كده تحفة مع الجبنة والفول بقى. هعمل لكم شوية فول حلوين كمان إن شاء الله، هنعمل لكم كمان كل أنواع العيش، سواء العيش البلدي والعيش الشمسي الصعيدي، كل حاجة إن شاء الله هنعملها مع بعض وهنتعلمها مع بعض بأسهل يعني الخطوات والمقادير، كل حاجة موجودة وسهلة وبسيطة، وهقول لكم على بدايل أي حاجة تقف معاكم، تمام. بس أهو شايفين الجمال بجد حاجة كده تحفة. الله الله على العيش والجمال، تسلم ايديك يا ماما، عملت لنا عيش جميل قوي، يعني هتاخدي كلام حلو من البيت كله. اهو كفاية النظافة، كفاية ايه النظافة. طبعا انتوا عارفين العيش بتاع بره بقى بيبقى ايه، بتعجنوا الرجاله، وانا يا جماعه والله بقرف جدا من العيش اللي بره، في حكايه انه راجل طبعا
رجاله كده الشعر تلاقي فيه شعر، تلاقي فيه مش عارف ايه. فبصراحه دي الوصفه دي شجعتني قوي ان انا طبعا مش اشتري العيش طبعا من بره خالص، وهعمله في البيت اهو. شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ عاوزه اقول لكم يعني شكله يجنن، طعمه احلى بكتير من شكله. شايفين الجمال؟ الله الله، حاجه كده تحفه. طب تعالوا بقى نفتح رغيف ونشوف ايه الاخبار. اهو شايفين بيفتح معايا ازاي؟ اهو فتحته لكم على الاخر اهو، حاجه كده تحفه. يعني هنحشي السندوتشات، هنعمل كل حاجه اللي احنا عاوزينه بيه هو. اهو بصوا اهو، فتحت كام رغيف كده هحط فيهم البطاطس، هنعمل يعني سندوتشات بطاطس اهو. الله، ايه رأيكم بقى؟ بجد حاجة كده تحفة. الله، شايفين؟ وزي ما قلت لك تقدري تتحكمي في سمك الرغيف من الفرد، طريقة الفرد هتفردي اكتر، رغيف هيكبر معاكي، وكمان السمك هيبقى حلو قوي. انا شايفة كده السمك بتاعه جميل وزي الفل، طعمه يجنن بجد، تحفة قوي قوي يا جماعة، لازم تجربوه. يلا لو عجبتك الوصفة ما تنسيش بقى اللايك، وكمان تشيريه لكل حبايبك واخواتك، وخلينا نتعلم كده مع بعض ان احنا نعمل العيش في البيت على نظافة. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، عملنا سندوتشات البطاطس زي ما قلت لك، تقدري تعملي منه اي حاجة في اللانش بوكس، تاخديه سندوتشات معاكي الشغل، تعملي بيه تاكلي بيه اي حاجة في البيت، بجد حاجة كده تحفة. شايفين اهو، حاجة كده روعة. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.